راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا اتعلمت. بسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع حكايات كوم. إعداد وتقديم حنان سالم. أصحابي صحباتي أهلا بيكم. تعالوا بينا النهاردة مع الدكتورة حنان عبد الرازق وهتقول لنا إزاي نحول الوقود لطاقة. يلا بينا نسمع ونستفيد. أصحابي الحلوين، لسه بنكمل كلامنا عن الطاقة، وده عشان أهميتها ولأنه موضوع الكل بيتكلم عنه دلوقتي، علشان كتير بيحصل قطع كهرباء وعشان أزمة الطاقة اللي كل الناس بتتكلم عنها وحاصلة عندنا، فلازم تكونوا عارفين معلومات كتير عن الموضوع ده علشان لما تسمعوا كلام في الموضوع ده تبقوا عارفين الناس بتتكلم عن إيه. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت ان الطاقة لها اشكال كتير ولها استخدامات كتير، وانها ممكن تتحول من نوع لنوع زي ما قلنا قبل كده، وان مثلا الطاقة الكهربية ممكن تتحول لطاقة حرارية. مثلا لما نوصل الكهرباء للمكوى بتاعة الملابس فنلاقي انها بتسخن عشان نقدر نكوي بيها، فاحنا كده حولنا الطاقة الكهربية لطاقة حرارية. او مثلا ان الطاقة الحركية زي طاقة الرياح زي ما اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت ممكن نقدر نولد بيها كهرباء، فاحنا كده بنحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية عن طريق مراوح بتاعة الرياح اللي اتكلمنا عنها، واللي بتستخدم طاقة الرياح في حركة المراوح وبتحول الحركة دي من طاقة حركية لطاقة كهربية. وقلنا كمان ان الشمس هي المصدر الاساسي للطاقة. الوقود بقى ده واحد من اهم مصادر الطاقة اللي الانسان بيعتمد عليه علشان يقدر يحصل على الطاقة. طب ايه هو الوقود ده؟ الوقود ده يعني أي مادة بتنتج طاقة حرارية، يعني حرارة لما تتحرق. طب زي إيه برضو الوقود ده؟ زي مثلا البنزين أو الفحم أو الغاز الطبيعي، ودي حاجات بنستخدمها كل يوم في حياتنا. يعني مثلا البنزين اللي بيكون في محطات الوقود، يعني في البنزينة اللي بنحط منه البنزين في العربية علشان نقدر نحرك العربية. أو زي مثلا الغاز الطبيعي اللي بنستخدمه في البوتاجاز كل يوم علشان نولع نار البوتاجاز ونطبخ عليه الأكل. وأمثلة كتير في حياتنا هنلاقي إن إحنا بنستخدم الوقود فيها باستمرار وما نقدرش نستغنى عنه. طيب احنا بنجيبها منين المواد دي؟ المادة اللي بتنتج طاقة حرارية او حرارة يعني لما تتحرق. عندنا طريقتين بنقدر نجيب منهم الوقود ده. النوع الاولاني هو الوقود الطبيعي، والنوع التاني هو الوقود الحفري. ممكن من اسمه كده تبقى حاسس انه في حفرة او حاجة زي كده، هو حاجة زي كده، بس احنا هنتكلم عنه الحلقة الجاية ان شاء الله. لكن اللي هنتكلم عنه النهاردة هو النوع الاولاني اللي هو الوقود الطبيعي. ولو حد من اصحابي الحلوين يعرف حاجه عن الوقود الحفري تقدروا تبعتولي على الفيسبوك بتاعي، هتلاقوا اسمه دكتور حنان عبد الرازق، وتقولوا لي معلوماتكم عنه. قبل ما نتكلم عن النوع الاول من الوقود ضروري اقول لكم اهميه الوقود في حياتنا ايه. الوقود احنا بنستخدمه في حاجات مهمه قوي في حياتنا وكتيره. ممكن نستخدمه مثلا في التدفئه، في ان احنا ندفي البيوت. كمان ممكن نستخدمه في اننا ندي طاقه للعربيه عشان تقدر تتحرك، لان الوقود اللي جوه العربيه بيتحرق في محرك او في موتور العربيه بخطوات وطريقه معينه، وبينتج طاقه حراريه عاليه جدا بتتحول لطاقه حركيه فبتخلي العربيه تقدر تتحرك. طبعا انتوا ممكن تفكروا احنا ازاي بنستخدم الوقود ده في تدفئه البيوت. لو حد كان بيشوف اي مسلسل اجنبي او حتى في المسلسلات العربي زمان، في دفايه صغيره بتبقى موجوده في البيوت بيبقى فيها بعض الاخشاب بتولع نار، ودي بتجيب دفء للمكان. هي دي الطريقه اللي ممكن نعمل بيها تدفئه البيوت من الوقود. وعشان تقدر تتخيل فكره الوقود داخل العربيه هو ازاي بيتحرق في الموتور بتاع العربيه وبيعمل طاقه حراريه بتتحول لطاقه حركيه تخلي العربيه تتحرك، ممكن تتاكد من ده انه بعد مشوار طويل بالعربيه ممكن تحط ايدك او تحط ايدك، بس تحطوها بحرص، خلي بالكوا لانها هتبقى سخنه جدا. تحط ايدك او تحط ايدك على مقدمه العربيه او جسم العربيه من قدام، المكان اللي بيكون فيه الموتور هتلاقوه سخن جدا لو حطيتوا ايدكم عليه بعد مشوار طويل. يعني معنى كده ان طول المشوار ده العربيه بتستخدم الوقود اللي فيها في انها بتحرقه وبتنتج طاقه حراريه، يعني حراره عاليه جدا، هي دي اللي بتتحول لطاقه حركيه بتخلي العربيه تتحرك. اعملوا التجربه دي بس خلي بالكم لحسن العربيه هتكون سخنه جدا جدا. حطوا ايديكم بحرص وما تسيبوهاش مده طويله.
النوع الاولاني من الوقود اللي قلنا ان احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو الوقود الطبيعي. ده الوقود اللي احنا بنحصل عليه من كائنات حيه، يعني هي المواد اللي بنقدر نحصل عليها من كائنات حيه ممكن تتزرع وتنمو وتتجدد، زي مثلا النباتات بكل اجزائها. يعني مثلا زي الخشب اللي هو الساق بتاع النبات او الجذع بتاع الاشجار بيكون مكون من الخشب، وممكن نقطع الاشجار ونستخدم الخشب بتاعها في اننا نحرقه ونحصل على التدفئه. ودي كانت اقدم طريقه عرفها الانسان على وجه الكره الارضيه علشان يقدر يحصل على الوقود، ولحد دلوقتي دي من الطرق اللي لسه بتستخدم على مستوى العالم كله، لكن ليها اضرار كتير على الانسان. ولما الانسان اكتشف ده بدا يقلل من استخدامها ويشوف بديل تاني ليها. طب ايه الضرر اللي بيحصل لو قطعنا الشجر علشان نحصل على الاخشاب بتاعتها اللي ممكن نحرقها ونحصل على الوقود؟ ده معناه ان احنا هنفقد كميه كبيره جدا من الاشجار، وكل ما هيزيد احتياجنا للوقود من حرق خشب الاشجار ده هنحتاج نقطع شجر اكتر، وده هيسبب ان احنا هنعمل ازاله للغابات اللي موجوده ولكل الشجر الاخضر اللي موجود في حياتنا، وده هيسبب مشاكل بيئيه كبيره جدا، زي مثلا قله الاكسجين اللي الانسان بيتنفسه، لان زي ما احنا عارفين ان النباتات بتنتج الاكسجين، وكمان زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون المضر للانسان واللي النبات بيستخدمه علشان ينمو فبيخلص الانسان منه، وكمان زياده الاتربه والغبار اللي بيبقى موجود في الجو اللي الاشجار بتصدها من الجو فبتخلي الجو نقي وبتخليه صافي. ومشكلات كتير جدا هتواجهنا بسبب ان احنا بنقطع الشجر او بنزيل الغابات. علشان كده الانسان لما اكتشف المشكله دي بدا ان هو يقلل من قطع الشجر، بدا ان هو يقلل من ان هو يكون معتمد على الخشب ان هو المصدر بتاع الوقود بتاعه، وبدا يدور على مصادر تانية. كمان احنا عندنا نوع من انواع الفحم بيكون مصنوع من الاخشاب برضو، ممكن نستخدمه في ان احنا نحرقه ونحصل على الوقود. في بعض انواع النباتات زي الحشائش مثلا والاعشاب ونباتات الذره وقش الرز وغيرها كتير من المكونات النباتيه اللي بتتزرع ولما بتتحرق بنقدر ان احنا نحصل منها على الوقود. النوع ده من الطاقه اهم حاجه بتميزه انه متجدد، يعني مش بيخلص، ونقدر ان احنا نحصل منه على كميات باستمرار طول ما الاشجار والنباتات بتتزرع وتنمو، ودي حاجه عمرها ما هتخلص. لكن زي ما قلنا المشكله اللي بتواجهنا ان قطع الاشجار بشكل زياده قوي عن الحد وبدون حساب بيعمل لنا مشاكل بيئيه كبيره جدا زي ما اتكلمنا عنها، وده لان النباتات او الاشجار بتنمو وتكبر سنتيمترات صغيره جدا كل سنه، يعني تفضل طول السنه بحالها تنمو علشان تزيد عدد قليل جدا من السنتيمترات. وفي اشجار كتير بتوصل لاعلى طول ليها في فتره طويله قد عمر الانسان بالظبط، وده معناه ان الشجر مش بينمو ويكبر بسرعه، فلو قطعناه هيعوضنا عن الكميه اللي فقدناها، وانه تقريبا بياخد وقت قد عمر الانسان علشان يكمل نموه. وعشان كده احنا لو قطعنا اشجار كتير الاشجار مش هتلحق تكبر وتنمو علشان تعوضنا عن الاشجار الكتير اللي احنا قطعناها. ده كان أول نوع من أنواع الوقود. الحلقة الجاية هكلمكم عن النوع التاني، بس مستنية مشاركتكم معايا في الحلقة على الفيسبوك زي ما قلت لكم، وهتلاقوني اسمي دكتور حنان عبد الرازق، وهتلاقوا اسمي موجود بالإنجلش. أشوفكم على خير. حكاياتكم. إعداد وتقديم حنان سالم. ولكم أرق تحيات مهندس الصوت محمد ندى.